مرحبا بكم في راديو نوبل العالمي، ويوم جديد من برنامج حكاية حياة. معكم شيري القاضي. أكتر ناس اتوجعت واتباعت واتخانت واتهانت هي الناس اللي هانت عليها نفسها فهانت على غيرها. يعني انت اللي بتهون عليك نفسك تعذبها وتوجعها، بترضى بالجرح والقهر تحت مسمى الحب. إياك تلوم على اللي معاك أو تعاتبه، انت راضي بعذابك ووجعك، لأن انت اللي رضيت على نفسك بكده. انت اللي هانت عليك نفسك، وأكيد محدش هيحبك أكتر من نفسك. انت السبب في عذابك ووجع قلبك. علشان كده ما تلومش حد، لوم نفسك انت. كل ما تحب نفسك وتعليها هتتحب بنفس القدر، وغصب عن اللي حواليك هيعلوك ويقدروك. وكل ما تدوس على نفسك هيتداس عليك بنفس القدر. مش معنى كلامي اني بقول محدش يضحي او يتحمل علشان اللي بيحبه، اكيد لا. قدم تضحيات واتحمل عشان اللي بتحبه، واخلص في حبك جدا وخليك معاه لآخر نفس. بس الحب والتضحية دي تكون بميزان، تكون بالعقل وفي حدود، وكمان يكون في تقدير وتضحية من الطرف التاني. ما تكونش انت اللي شايل مسؤولية الحب والعلاقة فوق دماغك، وانت اللي بتعمل كل حاجة وبتيجي في الآخر تشتكي وتعيط. ما هو انت اللي عملت كده في نفسك. قلبك مش رخيص ومش أقل قيمة من قلوبهم، وشعورك مش متاح طول الوقت. لا، انت كمان عندك طاقة وبتتعب وبتزهق. انت كمان محتاج اللي يضحي علشانك ويقدرك ويحس بيك. انت انسان، غلوا نفسكم. انتم ما اتخلقتوش في الدنيا علشان مجرد تراضوا اللي حواليكم وتقطعوا من روحكم اللي يستاهل واللي ما يستاهلش. كفاية، بطلوا توجعوا نفسكم وقلوبكم. اعملوا لنفسكم وقفة وقولوا كفاية.